الايس كريم بتاعنا بعد ما طلع من الفريزر. اتفرجوا على باقي الفيديو وانتوا تعرفوا الطريقة. انا كنت عملت ده قدامكم في الفيديو. بعد كده عملت بالمانجا نفس طريقة الموز. بصوا، نجيب بقى كده بالمعلقة بتاعتنا بتاعت الايس كريم. نسيبه قد ايه؟ بصوا اهو. هكمل وارجع له. وادي الايس كريم بتاعنا. مفيش اسهل من كده. بتلات مكونات: كريم شانتيه والفاكهة بتاعتنا وسكر بودر ولبن. بصوا، بصوا الجمال. اتفرجوا بقى على الفيديو علشان عشان تشوفوا احلى ايس كريم ده ولا يلا بينا نتفرج على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله متابعين يا حلوين. النهاردة هنعمل ايس كريم بالموز. انا ابتديت بالموز ليه؟ عشان الموز تملي بيسود معاكم بره ومش عارفين تعملوا قشروه حطوه في الفريزر وهعمل لكم احلى ايس كريم. معانا نص كوبايه كريم شانتيه، معلقتين سكر بودر، نص كوبايه لبن متلجه. يلا بينا نعمل بقى بالهاند بلندر، في الكب عندي، ونضرب البيض. بصوا، بصوا الايس كريم وجماله. يلا كمل. بصوا، نحطه بقى 4 ساعات كده في الفريزر، يبقى احلى ايس كريم. ونضيف عليه بقى شوكولات شيبس. ايس كريم بالموز. الموز اللي احنا بنرميه خلاص اسود، مش محتاجين منه حاجة. نحطه في الفريزر، نقشره ونعمله احلى ايس كريم. نصبه في العلبة بقى. والايس كريم الموز خلص بكل سهولة، مفيش اي اختراع. هتقومي تعملوه على طول. بصوا الجمال، بصوا الحلاوة. انا اكلاتي بسيطة وخفيفة زي ما قلت، تعمل في دقايق. ما تنسوش تجربوا الوصفة دي وترنوا الجرس او تفعلوه وتجربوها. اهم حاجة بالهنا على قلوبنا وقلوبكم. وانا هعمل لكم كمان بالمانجا وبكل الفاكهة اللي عندنا. ما تنسوش ترنوا الجرس. سلام عليكم.